مساء الخير عليكم يا شباب. هنتكلم النهاردة عن حساب لينكد ان وازاي نعمله. طبعا اغلبنا عنده لينكد ان بس للأسف مش مفعله ومش عارف يقدم منه على وظايف وكده. طبعا اللي ما عندوش حساب لينكد ان هنقول دلوقتي بنعمله ازاي. طبعا دي الصفحة بتبقى صفحة تسجيل دخول، بدوس تسجيل دخول. تمام، دي صفحة تسجيل الدخول. طيب انا والله ما عنديش لينكد ان. تمام، فقدامي حل من اتنين: يا اما بعمل حساب عن طريق جوين ان هنا كده، فبكتب البريد الالكتروني بتاعي وبدوس استمرار، بيديني اكتب كلمة السر، وراعي برضو في كلمة السر اول حرف يبقى كابيتال، وادوس استمرار. بعد كده اكتب الاسم بتاعي. يا اما في طريقة تانية الا وهي ان انا اسجل بايه، بحساب جوجل بتاعي. تمام، اول ما بسجل بحساب جوجل بتاعي طبعا انا مسجل، فراح فاتح لي على طول الحساب بتاعي. دي اول ما هسجل دخول واخلص اجراءات الحساب بتاعي هيفتح معايا الصفحه دي اسمها الصفحه الرئيسيه. ده زي الفيسبوك كده يا شباب، دي اسمها الصفحه الرئيسيه. طبعا بدوس هنا كده علامه الصوره اللي هتبقى ظاهره لي من غير صوره، هدوس عرض الملف الشخصي بتاعي. تمام، بعد كده هدوس علامه القلم دي وابدا اظبط البيانات اللي انا عايزها تظهر عندي: اسمي، بعد كده العنوان الرئيسي اللي انا حابب يظهر عندي، بعد كده المنصب، بعد كده ايه المكان اللي انا خدت منه والمدينة. بعد كده بدوس حفظ. تمام، بعد كده بدوس اضافة قسم. اضافة قسم هنا هضيف التعليم بتاعي، هضيف لو انا مثلا في منصب هضيف المهارات بتاعتي. تمام، بعد كده هدوس في الموصى به برضو، هضيف التراخيص والشهادات اللي انا واخدها، هضيف الدورات بتاعتي. بعد كده هنا هضيف المنشور، لو في منشورات عايز انشرها او في نتائج اختبارات معينة او في خبرة تطوعية معينة هبدأ اضيفها. طيب بضيف ازاي؟ بدوس على القسم مثلا كده. تمام، هيفتح لي كده. تمام، ببدأ اكتب مثلا انا خريج وليكن جامعة بني سويف. تمام، وعادي بالعربي او بالانجليش جامعة مثلا بني سويف. طيب مش موجودة، هكتبها وادوس كده هتروح ظهرالي حاصل على درجة البكالوريوس. تمام، مجال الدراسة التجارة. تمام، وهكذا تاريخ البدء بتاع الدراسة بتاعي. تمام، وبدوس اعداد، بعد كده تاريخ الانتهاء الصف الدراسي، بعد كده الوصف وبدوس حفظ. طبعا انا مش هحفظ لان انا عندي اصلا عاملها. بعد كده لما بضيف التعليم بضيف المهارات بتاعتي، ببدأ أضيف مهارات من هنا وبدوس حفظ. بعد كده بروح ضايف التراخيص والدورات اللي أنا واخدها. بدوس هنا بضيف الدورات الدراسية اللي أنا واخدها وبدوس حفظ. تمام، بعد كده ببدأ أضيف اللغات اللي عندي والخبرات التطوعية لو أنا اشتركت في منظمات تطوعية أو حاجات زي كده. وشكل ايه الحساب بتاعي يبقى بالطريقة دي: بدوس على كلمة متاح لي وبختار متاح ان انا على وظيفة جديدة ولا تقديم خدمات ولا انا بقدم خدمات التوظيف للناس. بعد كده بروح عامل منشور وارفع السي في بتاعي. تمام، وفي قسم اسمه مميز هنا بروح دايس كده وبختار المنشور بتاع السي في واعلم عليه من ضمن المميز عندي بحيث ان هو يظهر في القسم ده. بعد كده بكتب نبذة عني، أنا مثلا حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال وهكذا. بعد كده بضيف الخبرات بتاعتي طبعا من الأقدم للأحدث، وهكذا التعليم بتاعي طبعا، التراخيص والشهادات زي ما كلمتكم عنها، المهارات، الدورات الدراسية، نتائج الاختبار، إيه اللغات. كده أنا ظبطت الموقع بتاعي أو الحساب بتاعي. ببدأ بقى أقدم على وظائف. طب هقدم إزاي على وظائف؟ عندي كلمة الوظائف هنا تحت خالص، بدوس عليها بتظهر لي الصفحة دي صفحة الوظائف المقترحة لي. تمام، طيب احنا كنا منزلين وظيفة البنك اللي هي البنك الكويتي
منزل وظيفة، وبنك ابو ظبي الاسلامي منزل وظيفة. اوريدي بنك ابو ظبي هو منزل وظيفة من الوظائف، تمام. دي صفحة بنك ابو ظبي، تمام. بدخل على قسم الوظائف، بشوف الوظائف المتاحة عندي. هو منزل حاليا بيرسونال بانكر، بدوس عليها كده. طبعا انا قدمت، فهعمل لكم اختبار على وظيفة تانية تبقى بنفس الطريقة، تمام. وبندوس التقديم السهل. بعد كده بندوس التالي، بنحمل في كلمة تحميل السيرة الذاتية، بندوس عليها وبنحمل أحدث سيرة ذاتية عندنا، تمام. بعد كده بنختارها وبندوس التالي. بعد كده بيقول لي how many years of experience انت عندك experience كام سنة، وهكذا. بعد كده بدوس وليكن، طيب بدوس مثلا. بعد كده دي مش قيم ثابته، انا بكتب الاكسبيرينس اللي عندي بالفعل يا شباب، بس انا مقدم فبوريكم الطريقه. كده بدوس مراجعه، بيجي لي كده. اول ما هدوس ارسال هيروح ايه، راسل الاستماره بتاعتي. طبعا انا مش هرسل لان انا مقدم، تمام. ده كده يا شباب بنبذة بسيطة ازاي نعمل حساب. لو حد واجهته اي حاجة يكتب في الكومنتس، واتمنى تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة، عشان ده يدعمنا ويخلينا نكمل بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.